جددت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل قضية الصحراء ودعمها لجهود الأمم المتحدة لحل النزاع. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن واشنطن ترى أن المقترح المغربي جد وذو مصداقية وواقعية ونهج محتمل لتلبية تطلعات شعب الصحراء. وجاء البيان بعد لقاء نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال إفريقيا جوشو هاريس والسفيرة بونيت تالور الخميس بوزير الخارجية المغربي ناصر بواريطة، وأكد مجدداً على الشراكة العميقة والتاريخية بين الولايات المتحدة والمغرب. وأكدت هاريس تقدير الولايات المتحدة لجهود المغرب الحاسمة بشأن مجموعة واسعة من التحديات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك معالجة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، ودعم الانتخابات الليبية، وتعزيز تدابير المساواة للحرية والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين. وأكد جوشو على دعم الولايات المتحدة الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا، وناقش أهمية التواصل مع المبعوث الشخصي بروح من الواقعية والتوافق، في الوقت الذي يكثف فيه الجهود لتحقيق حل سياسي آمن للخلاف حول الصحراء. ويقود المغرب حملة دبلوماسية مكثفة لدفع دول جديدة إلى دعم مواقفه منذ اعتراف الإدارة الأمريكية في عهد دونالد ترامب بسيادته على الإقليم المتنازع عليه نهاية عام 2020 مقابل تطبيع العلاقات.